السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل فكرة فانوس. الفكرة دي من غرزتين بس، لا اكتر ولا اقل من ان هما غرزتين. يلا بينا نتوكل على الله ونعمل الفانوس بتاعنا. بصي ست البنات، احنا هنجيب 5 خرزات. واحد، هنعمل اول غرزة خماسية. ادي 1 2 3 4 ادي 5 اهو، ونبتدي نخليهم في النص 5، وهرجع في واحدة اهو من اللي في ايدي، من اللي ناحية ايدي الشمال. خليكي مركزة، من اللي في ناحية ايدي الشمال، وابتدي اعمل العقدة بتاعتي اهي. بعد كده احط 2 في ايدي الشمال، وادي 2 في ايدي اليمين. انا بقفل دايما باللي في ايدي الشمال مش اللي في ايدي اليمين. يعني انا اهو احط 2 هنا عشان تطلع معاكي الغرز صح. 1 ادي 2، شايفين؟ تمام اهو. بصوا كده اهو، 2 اللي في ايدي الشمال اهي، هعمل فيها العقدة بتاعتي اول غرزة فيهم اهو، وهدخل الجنب الطرف التاني. طبعا هكرر نفس الموضوع ده في كل الغرز اهو. بقت غرزة خماسية تاني، نكررها معاكم كمان مرة. اللي في ايدي الشمال اهي، اللي في ايدي اليمين هحطلكوا الاول اللي في ايدي اليمين اهو 2 ادي 1 ادي 2 وفي ايدي الشمال بدخل 2 ادي 1 ادي 2، برجع باللي في ايدي الشمال في اول خرزاية اهو، واسحب الخيط بتاعي كده والعقدة في ايدي، وبرجع بالطرف التاني طبعا اهو جوه كده بالمنظر ده اهو اهي. تمام، نعمل واحدة كمان هخلصهم كلهم وارجع لكم. بصوا كده انا عملتها 5 مرات. ادي 1 2 3 4 ادي 5 اهو 5. بصي عشان اكتر حتة بتلخبط الناس هي دي. بصي كده انا لو قفلتها كده انا عندي هنا 2 اللي في الجنب واللي فوق، انا باجي بالطرف بتاعي اللي تحت عشان دي اكتر حاجة بتلخبط الناس. انا في اللي تحت اهو حطيت خرزتين اهي، باجي عند اول واحدة اللي هي في الجنب دي اهي، بروح طالعة بيها طالعة كده 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 كده، طبعا متبقاش متماسكة خالص. تمام، بروح حاطة في الطرف التاني خرزاية بيضة عشان اكون فوق غرزة ثلاثية اهو كده اهو. بروح سحبة الطرف التاني وبروح شدة كده. بصوا اتكونت عندي غرزة ايه سداسية فوق لو انتوا واخدين بالكم اهو. بصوا 1 2 3 4 5 6، شايفينها عاملة ازاي؟ طيب انا هعمل ايه؟ انا هطلع بكل غرزة من دي غرزة رباعية، يعني كل خرزية من دي هطلع واحدة رباعية فوقيها. تمام، همسك في ايدي الشمال احط 3 خرزات اهو، 3 خرزات ادي 1 ادي 2 ادي 3 بروح سحبة الطرف التاني
اهو كده كده. بروح مدخلها هنا في الجنب، اللي في ايدي اليمين بدخلها هنا في الجنب اهو، اسحبها. واللي فوق اللي انا بعمل فيها تزايد احط فيها خرزتين بس واقفل بيها اهو كده. طبعا انا عاملاه كله ابيض لان هو حد طالبه كله ابيض، فانا قلت اعمله معاكم عشان حتى لو الناس اللي لسه بتتلخبط وحابه تعمله كله واحد اهو. تمام. طبعا مش هيطلع شكله احسن حاجه في الاول، هيبان في الاخر لما يتظبط. اللي في ايدي اليمين بمشي بيه، واللي فوق في ايدي الشمال بزود بيه 2. كده تاني. اللي في ايدي اليمين بمشي بيه، اللي فوق في ايدي الشمال بعمل تزايد بيه. اهو كده. تمام كده. بصوا نفس الكلام اهو. اللي هسيب الطرف اللي في ايدي اليمين وامسك اللي في ايدي الشمال. ادي 1 2، ثواني ما دخلتش. ادي 1 ادي 2، وارجع تاني في الخرزة واسحب اهو، اعدي كده. طيب اخر واحدة بقفل فيها الصف بقفل ازاي؟ بصي، بدخل هنا في طرف الخيط في الغرزة اللي تحت اللي انا عادي بعمل تزايد بيها، وادخلها في اول واحدة فوق هنا اهي كده، شايفين اهي، واسحب الخيط اهو اهو اهو، ده لوحده اهو، اسحب هنا اهو اهو. انا عديته غلط لا مش عديته غلط ولا حاجة، انا هسحبه بس من هنا اهو تاني معلش عشان لفة الخيط دي اهي. هدخل دي كده هنا اهو في الغرزة دي فوق اهو. هنا هحط ايه؟ انا عندي هنا 3 خرزات، يبقى انا ناقص لي واحدة بس. ادي واحدة بس اللي ناقصاني، حطيتها، ما بقاش كده ناقصني اي حاجة. تمام. ونفس الكلام هطلع فوق كل غرزة من دي تاني غرزة رباعية تاني، وهكرر نفس الغرزة الرباعية دي سطر هنا كمان وهرجع لكم. هنا بقى انا خلصت 3 ادوار غرزة رباعية فوق بعض. هنا هاخد كل غرزة من دول اللي هو 2 4 6 من دول، هاخد فوق كل غرزة من دي غرزة خماسية، غرزة خماسية فوق كل غرزة من دي. انا معايا واحدة هعمل عليها 4، هنا 2، ممكن نعملها كده ادي 4 واعديها اهو. احنا عايزين نعملها غرزة خماسية فوق كل واحدة غرزة خماسية اهي. هو الابيض دي اهي كده، همسك هنا كده. الاول حطيت 4 خرزات، بعد كده انا عندي 2 هحط 3، 1 2
ادي 3 وهقفل كده بالشكل ده واسحب الطرف التاني من الخيط كده. نعمل كده احط كده 3 في الطرف الشمال ده هقفل بأول واحدة فوق وهسحب الخيط بتاعي وهحط بقى الباقي وهرجع لكم تاني عند اخر خرزة. طبعا هنا اهو خلاص انا عديت الخيط في الاتنين اللي جنب بعض دول كمان وكده بقى معايا 3 هحط 2 بس. كل مرة كنت بحط 3 هحط 2 بس اهو وهقفل السطر بتاعي كده اهو اسحب الطرف التاني اهو كده وبكده نكون خلصنا. بصوا كده يبقى ايه تحسوه من هنا زي من هنا كده شايفين اهو من فوق زي من تحت. طيب انا هعمل ايه في الفانوس بتاعي؟ هاخد على كل غرزتين على كل خرزتين غرزة خماسية على كل خرزتين غرزة خماسية على كل خرزتين كده اهي اهي كده هي على خرزتين اهم هحط فيها غرزة خماسية اهي كده 2 هحط فيها غرزة خماسية نحط 3 انا محتاجة 3 دلوقتي 1 2 3 اهو كده ابتدي ادخل اهو كده. يلا بينا نطلع بيهم كلهم ناخد على كل خرزتين غرزة خماسية بدخل كده اهو بطرف الخيط ادي كده بدخل في 2 اهو واللي فوق احط فيها. طبعا انا كده بقى عندي 3 هحط 2 بس 1 وادي 2 وبرجع في واحدة من الاتنين وابتدي اسحب الطرف التاني اهو كده اهو بالشكل ده. هاجي هنا اخد خرزتين ادي خرزة وادي التانية وفي الخرزتين بزود الناحية التانية 1 ادي 2 وبرجع في واحدة ادي غرزة خماسية اهو كده اهو شايفين تاني ادي بخش ادي 1 ادي 2 ادي واحدة وادي التانية كده اهو نيجي هنا ادي 2 1 ادي 2 ارجع تاني واخش كده واسحب تمام ياخد كمان 2 اهو اللي فوق ادي 1 ادي 2 وارجع كده واسحب كده شايفين وارجع تاني ادخل في الاتنين دول اهو بس المرة دي مش بس في الاتنين دول دي واحدة وادي التانية وكمان بخش في اول واحدة هنا ادي وهنا طبعا كنت بحط خرزتين هحط خرزة واحدة بس اهو ايه رأيكم في الجمال ده؟ بعد كده هعمل خماسي على كل 2 خماسي
على كل 2 كده، خماسي على كل 2. ادي 2، هاخد خرزتين اهو، ادي 1 2 3، رجعنا وابتدي ادخل كده تمام. هاجي هنا 1 2 اهو، وبعدين هرجع احط خرزتين بس كده. عندي اخر خرزتين كده، دي واحدة والتانية طلعنا كده، هيبقى عندي عايزة واحدة بس وهنا لما اجي اقفل هطلع بواحدة هنا كمان من اللي فوق كده، يبقى هنا ناقص لي خرزة واحدة بس اهو، وابتدي اعمل كده واقفل كده الناحية التانية، اسحبها قفلنا الفانوس خالص اهو. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في الفانوس القمر ده؟ قفل نفسه بنفسه اهو بالشكل الحلو القمر ده. طيب هنبتدي، شايفين طبعا هو لو بالالوان المختلفة كان هيطلع تحفة فنية. تمام، يلا بينا نعمل الايد بتاعته. تمام، بس طبعا هو جميل جدا جدا جدا، بس برضو ايه احنا نعمله. يلا بينا الايد هنا، وهمشي كده فيهم لحد ما اطلعهم الاتنين من زاوية واحدة اهو كده. هطلع كده، هدخل طرفين، قص طرفين الخيط كده عشان يبقوا قد بعض، وادخل ادي 1 ادي 2، وادخل كده الميدالية، وكمان هلف عليها لفة عشان ما يطلعش مني. سيبوله عشان ما يطلعش اهو. ادي لفة وادي التانية كده. نحاول نثبت ده قوي عشان احنا ما يطلعش مننا خالص. تمام، قد ما نقدر نحاول نثبته بالطريقة دي اهو، ثبتناها. تمام، نحط كمان بقى خرزتين اهو كده، نحط خرزتين كمان ادي 1 ادي 2 اهو، وهندخل هنا كده كده. بصوا انا الطريقه دي مش بحبها، مش بحسها احسن حاجه، بتطلعها معايا معوجه، لكن الطريقه اللي انا بحبها وبفضلها جدا 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 ان انا بدخل طرف كده من الخيط من هنا، والطرف التاني بدخله الناحيه دي اهو كده. ببتدي اسحب الخيط من هنا واسحب الخيط من هنا، بلاقيه بيتوسطن كده معايا كده، وبيبقى شكله الطف بكتير. ولما مثلا معانا مش هيبقى مظبوط شويه اهو، هنبتدي ان احنا نمشيه جوه هنا كده اهو، تاني وتالت و20 طبعا لحد لما يتظبط معانا كويس قوي اهو. طلع جميل جدا جدا جدا. طيب نقفل بقى. تمام كده، نقفل كمان واحدة اهو. الفانوس دي لا بجد تحفة 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 تحفة.
تمام، طلع جميل قوي وشكله كان لطيف جدا 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 زي ما انتم شايفينه كده. انا لو عايزه ااكد عليه بس شويه ممكن اعمل له غرزه تانية طبعا هنا، وبراحتي، دي حاجه ترجع لي انا، تمام، ما ترجعش لاي حد تاني ولا حتى الناس اللي بتشتري منك. انت براحتك، انت حابه شغلك يطلع ادق، تمام، مش حابه خلاص. انا هرجع تاني بس كده خطوه اهو. الفانوس طلع فوق كميه ان هو حلو، فوق العادي بعادي في الحلاوه. بجد انا شفت جماله وشفت هو قد ايه بجد متين وقد ايه بجد كان حلو جدا. وكمان الكواليتي اللي انا كنت شغاله بيها كانت كواليتي عاليه قوي. يمكن الفانوس عشان هو لون واحد فهو مش باين قوي، بس ان شاء الله هنعمله بالوان تانية كتير. هو فكرته سهله، هو كلها غرز رباعيه في غرز خماسيه لا اكتر ولا اقل من كده. وكمان احنا ممكن نعمل هنا نحط الاضاءه وهيبقى بينور، مفيش اي مشكله.